السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكيك اليومي. هينفع معاكي في الفطار، وكمان تقدري تحطيه لولادك في اللانش بوكس. الكيكة هشة وطرية ومرتفعة، حاجة كده في منتهى الجمال، وريحتها وطعمها تحفة، بمقادير ومكونات مظبوطة ومضمونة مليون في المية. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقة والمكونات والمقادير بتاعتي عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات وكمان طريقة التحضير. اول حاجة هحتاج لكوبايتين من الدقيق منخولين، وكوباية من السكر، وكوباية الا ربع من السمنة، وكوباية من اللبن، وعندي كمان معلقة كبيرة من الخل، وعندي 3 اكياس من الفانيليا، وكيس من الكيك شيف او البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة هرمية من الكاكاو الخام، وعندي كمان عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. هسيب لك كل المكونات والمقادير في صندوق الوصف. اول حاجة هتعمليها، هتنزلي بكوباية السكر وعليها الاتنين بيضة وعليها 3 اكياس الفانيليا. هتبدأي ان انت تقلبيهم تقليبة حلوة قوي لغاية ما البيضة بتاعتك تدوب، وكمان السكر يدوب معاكي، وهتحسي ان الخليط بتاعك كده لونه بقى فاتح. بعد كده هتنزلي بكوباية اللبن، هتديها كده ايه تقليبة حلوة مع بعض. وهتنزلي بكوباية الا ربع من السمنة، والسمنة انا عندي هنا حطاها كده عادي، ممكن انتي تدفيها كده على النار لمجرد ان هي ايه تسيح وتفك معاكي. وعليها معلقة الخل، وتديها كده ايه تقليبة حلوة. وممكن تستبدلي السمنة بالزيت او خليط بين السمنة والزيت. بعد كده هتجيبي كوبايتين الدقيق المنخولين وعليهم كيس البيكنج باودر، وذرة كده صغيرة من الملح عشان تعادل الطعم. تقليبة حلوة كده بقى. حاولي تجيبي كده من تحت لفوق عشان ما يبقاش فيه دقيق متركن في البولة بتاعتك. بصي الخليط بتاعي كده مظبوط قوي. تعالي بقى نقسم الخليط بتاعنا ده على نصين. انا هعمل نص بالفانيليا ونص بالشوكولاتة. حاولي كده تقسميه ايه كده بعينيكي كده نصين. تمام. هتجيبي بقى معلقة الكاكاو بتاعتك او معلقة الكاكاو الخام بتاعتك، وهتبدأي ان انتي تنخليها عشان ما يبقاش فيها ايه حاجات متكتلة. وتبدأي ان انتي تقلبي الخليط بتاعك. طبعا هتلاقي الخليط بتاعك هنا ابتدى ان هو ايه يتقل ويبقى تقيل معاكي. هتنزلي عليه بمعلقة او معلقتين من اللبن عشان يديني نفس قوام الكيكة البيضة. تقليبة حلوة بقى كده. بصي القوام بتاعه اداني نفس قوام العجينة الفانيليا. تمام. هاتي بقى كوبايتين عشان تعرفي بس ان انت ايه تفضي في القوالب بتاعتك. هاتي كوبايتين كده واملي كوباية بالخليط الابيض وكوباية بالخليط الشوكولاتة. لو انت هنا عايزة تستخدمي صينية عادي خالص، مفيش اي مشاكل تستخدميها، بس انا حبيت ان انا اعملها كده ايه يعني كيكات صغيرة كده. فحبيت ان انا اعملها في الاطباق اللي هي الفويل اللي قدامكم دي. هتنزلي طبعا بالكوبايتين كده، يعني ايه حاولي ان انت تبقى ايديكي كده بالميزان، يعني عارفة الاتنين كده يبقوا قصاد بعض. تنزلي بالاتنين الخليط قصاد بعض، ومش هتملي الطبق كله، يعني لغاية نص الطبق كده وتقفي. طبعا الشكل موضح قدامك. انا هنا خلصت بقية الخليط بتاعي، يعني الخليط بتاعي ده اخد ال6 اطباق اللي قدامك دول. طبعا هتجيبي بقى يعني، ودي اختياري بالنسبة لك، هتجيبي كده خلة وتعملي كده بين الابيض وبين الشوكولاتة كده ايه زي دواير كده، يعني لمجرد شكل بس كده للكيكة. انا عندي هنا بقى زبيب، حبيت ان انا اعمل الكيك الفانيليا بتاعي احط فيه ايه كام واحدة كده من الزبيب. لو انتي مش حابة خلاص ممكن تسيبيها سادة. لو لسه معايا لغاية دلوقتي في الفيديو، اتمنى منك ما تنسيش اللايك بتاعكم عشان الفيديو يترفع ويوصل اكبر عدد من المشاهدين والكل يستفاد. ولو لسه جديدة معايا في الصفحة، يسعدني ويشرفني وجودك واشتراكك معايا.
بعد ما تخلصي بقى الزبيب بتاعك تبدأي ان انت ايه تضغطي كده ضغطة عليه كده عشان ينزل في الكيكة من تحت عشان ما يتحرقش منك على وش الكيكة. تمام. وهتديها كده هبدة بقى عشان لو فيها فراغات او حاجة ايه تطلع. دلوقتي هندخلها بقى على الشبكة اللي في النص على درجة حرارة 180 لغاية ما تحسي ان الكيكة بتاعتك استوت. هتختبريها من النص، لو الخلة بتاعتك طلعت نظيفة يبقى انت الكيكة بتاعتك استوت. هتبدأي ان انت تهدي النار لغاية ما تديكي اللون الذهبي الحلو اللي على الوش ده. تمام. بصي بقى جمال الكيكة عاملة ازاي، بجد تحفة وريحتها في منتهى الجمال وطعمها احلى واحلى. طبعا الكيكة اللي بنعملها بالزيت يعني دي كده بتكون ايه كيكة اقتصادي، لكن اللي بتكون بالزبدة او السمنة بتبقى احلى واطعم بكتير. هتقدري كده بقى مع كوباية شاي بلبن، للفطار للعشاء حاجة كده من نوع الحلويات. هتحطيها لولادك كده في اللانش بوكس، يحلوا بيها كده في المدرسة في منتهى الجمال. الوصفة سهلة وبسيطة ومقادير مظبوطة ومضمونة مليون في المية. اتمناكي تجربيها وانا واثقة ان هي هتعجبك. نتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.